العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا اليوم. ارتياح للخدمات الاجتماعية في بقلة. الجالية الإريترية في جوبا تؤكد تعزيز المساهمة. توافق أمريكي صيني على تعزيز التعاون لتجنب نشوء صراع. بريطانيا ترفع من مستوى التهديد الإرهابي في البلاد. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر قد أظهرت إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا، وقد ظهر 6 من الإصابات في الأقليم الأوسط، 3 في مركز العزل وواحدة في وسط المدينة وواحدة في غودايف وواحدة في سانتا أوتو وواحدة في مركز العزل، و6 إصابات في الأقليم الجنوبي، واحدة في مركز الفحص بعدخالة و5 في مركز العزل، 2 في مايمنة و2 في عدخالة وواحدة في مندفرة، وإصابة واحدة في جندع بإقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شوفي 30 مرضى كورونا، 17 من الأقليم الجنوبي و13 من الأقليم الأوسط، وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 55 عاما من الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7076، شفي منهم 6893 وتوفي 52 مريضا، فيما لا يزال 131 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من نوفمبر 2021. بحث الإريتريون في ميلانو الإيطالية يوم 14 من نوفمبر برامج التصدي ودور الإريتريون والتنظيمات الوطنية في المهجر. وقدم سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيساتين بيتروس في السيمينار الذي عقد تحت شعار التعبئة كضرورة المرحلة، قدم توضيحا عن الأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية والعالمية. وقال إن الشعب الإريتري تصدى وهزم بوحدته وصموده وتضحياته المؤامرات والعدائيات التي واجهها في السنوات 80 الماضية، وحقق سيادته، وأن العدائيات الحالية استمرار لذلك. وأوضح المشاركون متابعتهم باهتمام للتطورات الإقليمية وسيعملون جاهدين لإنجاح برامج التصدي. وقد عقدت سيمينارات مماثلة الأسبوع الماضي في مقاطعة أبروزو ونابولي، وستعقد أيضا في الأسابيع القادمة في المدن الإيطالية الأخرى. أعرب سكان ضاحية بقلة في مديرية نقفة عن الارتياح للخدمات الاجتماعية التي أرسيت في ضحيتهم. وأوضح السكان أن خدمات المياه والتعليم والصحة أحدثت تغييرا نوعيا لتطوير حياتهم اليومية والمنطقة. وأشار مدير الضاحية السيد صالح عثمان إلى وجود 20 حفيرا لتوفير المياه وعيادة و3 مدارس ابتدائية ومدرسة متوسطة. تضم ضحية بقلة 6 قرى يسكنها نحو 6000 مواطن. أكدت الجالية الإريترية في جوبا بجنوب السودان في الاجتماع الذي عقدته يوم 14 من نوفمبر على تقوية التأطير وتعزيز المساهمة. وقيم الاجتماع أنشطة الجالية والتحديات ووضع البرامج المستقبلية. وأوضح رئيس الجالية السيد أمار تخلي وأعضاء الهيئة الإدارية أن الجالية كان لها دور لتعاون الأعضاء ورفع وعيهم وتماسكهم والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم الوطنية. وأشاد مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد فؤاد محمد بأنشطة الجالية وعملها المؤسسي، داعيا لتنظيم برامجها بوسيلة تعزيز التصدي للعدائيات.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الجالية تقوم بأنشطة مشهودة لتخفيف المصاعب وحل المشاكل من جهة وتأطير ورفع الوعي الوطني من جهة أخرى، منادين لوضع برامج إشراكية لجميع المواطنين لمواجهة الحملات التشويهية والعدائية. يقوم طلاب مديرية تسني بحملة نظافة فاعلة داخل المدارس، وأوضح الطلاب أن حملات النظافة التي يقومون بها سنويا قبل بدء الدراسة تسهم في مكافحة الملاريا. وذكر معلمو وطلاب مدرسة ساقم أن تنظيف المدارس خاصة في موسم الخريف والشتاء ضروري لإزالة مسببات الأمراض وجعلها مناسبة للتعليم. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جي بينغ على مسؤوليتهما تجاه العالم لتجنب نشوب صراع، وذلك مع بدء زعيمي أكبر اقتصادين في العالم محادثات. ووصف شي بايدن بأنه صديق قديم، وقال إنه يجب على الجانبين تعزيز الاتصالات والتعاون لحل التحديات الكثيرة التي يواجهانها. ووعد شي بتناول المجالات التي تثير قلق واشنطن بما في ذلك حقوق الإنسان والقضايا الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب على الزعيمين ضمان عدم انحراف العلاقات بين البلدين إلى صراع مفتوح حسب ما نقلت رويترز. وتستهدف المحادثات بين الطرفين تهدئة حدة التوتر في العلاقات، إذ ثمة انخلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا منها منشأ جائحة كوفيد-19 وقواعد التجارة والمنافسة وتوسع ترسانة بكين النووية وزيادة الضغط الصيني على تايوان. رفعت السلطات البريطانية من مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى شديد قضاة انفجار سيارة أجرى أمام مستشفى في ليفربول بشمال إنجلترا. وكانت الشرطة البريطانية قد وصفت انفجار السيارة بأنه حادث إرهابي دون معرفة دوافعه في الوقت الراهن. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب إلى شديد، الأمر الذي يعني أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد الانفجار الذي وقع في ليفربول الأحد. وكانت الشرطة قد أكدت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قتل في الانفجار. وذكرت أنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب لكن لا يمكنها الكشف عنها. ويعتقد المحققون أن العبوة صنعها الراكب الذي توفي بعد الانفجار. في خضم تواصل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن التكتل سيفرض في الأيام القادمة عقوبات على بيلاروسيا بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة. وقال بوريل بعد لقائه الوزراء إن العقوبات الجديدة ستطال عددا كبيرا من الأفراد والكيانات لدورهم في تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي. وأضاف المسؤول الأوروبي من خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استقلال المهاجرين. ويتهم الغرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتدبير الأزمة ردا على عقوبات أوروبية فرضت على بلده عبر تشجيع المهاجرين على السفر إلى مينسك ومساعدتهم على الوصول إلى الحدود. وضغطت بروكسل على محطات العبور الرئيسية مثل تركيا ودبي لتعليق الرحلات الجوية إلى مينسك من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد.
شهد مزاد في إيطاليا بيع حبة كماء بمبلغ عملاق وصل إلى 103,000 يورو، وتزن حبة الكماء حوالي 830 جراما فقط. ونشر تقرير أكد فيه أن حبة الكماء البيضاء تم بيعها بسعر خيالي في مزاد علني في إيطاليا اشتراها الطباخ الإيطالي أمبرتو بومبانا الحاصل على نجمة ميشلان ويدير مطعم في هونغ كونغ. وكشف التقرير أن الكماء هو نوع نادر من الفطر، مشيرا إلى أن يصل لمدينة بيدومت الإيطالية حوالي 100,000 زائر لبيع وشراء هذا النوع من الفطر. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا اليوم. ارتياح للخدمات الاجتماعية في بقلة. الجالية الإريترية في جوبا تؤكد تعزيز المساهمة. توافق أمريكي صيني على تعزيز التعاون لتجنب نشوء الصراع. بريطانيا ترفع من مستوى التهديد الإرهابي في البلاد. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. إلى اللقاء.